قنوات بي ان ناس كتير عايزه تشترك فيها، بس عايزه تعرف كل التفاصيل، وناس بتسال هو الموضوع اصلا يستاهل اشترك ولا لا. في الحلقه دي هنرد على كل الاسئله دي الخاصه بكل الوطن العربي، بحكم اني كنت شغال في قنوات بي ان الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومشترك من زمان بشكل شخصي. فيلا بينا نبدا ونقول بسم الله. يا مساء الفل، يا رب كل اللي بيشوفونا يكونوا بخير. دي الحلقه الثانيه او الجزء الثاني من قنوات بي ان بعد ما حققت الحلقه الاولى نجاح ساحق ماحق، جابت على اليوتيوب حوالي 230 مشاهده في 4 ايام. الاول عايز ابدا بشكر واعتذار. واضح ان الخريطه اللي عرضتها الحلقه اللي فاتت بتاعت الشرق الاوسط وشمال افريقيا كان فيها مشكله بالنسبه لخريطه دوله المغرب، فبعتذر لكل اخواتنا في المغرب لان ما خدتش بالي خالص، وبشكر كل الناس اللي لفتت نظري للموضوع ده. بالنسبه للحلقه دي بقى هنتكلم عن الفرق بين الباقات والاسعار وطرق الاشتراك وكل حاجه تخص اي حد هيشترك جديد. ومش بس كده، هوريكم ازاي تجيبوا المعلومات من الموقع نفسه، بحيث حتى لو فتحت الفيديو ده بعد 5 سنين تقدر تشوف كل المعلومات بنفسك عشان لو حصل اي تحديث. بس قبل ما نبدا لازم انبه على حاجتين. اولا لازم 3 لازم تشوف الجزء الاول اللي عملناه، لانه اهم بكتير جدا من اللي احنا هنقوله النهارده عشان فلوسك ما تروحش عليك. اللهم بلغت. تاني حاجه، الحلقه دي هتكون متقسمه كالتالي: اول جزء شرح للباقات نفسها كقنوات لكل الشرق الاوسط، تاني جزء الاسعار واجهزه الاستقبال وطرق الاشتراك في مصر، تالت جزء الاسعار واجهزه الاستقبال وطرق الاشتراك في كل دول الشرق الاوسط ما عدا مصر. ايه ده، هي مصر ليها نظام مختلف؟ ايوه، الدنيا مختلفة عن كل الدنيا. رابع جزء، هل اصلا الموضوع يستاهل انك تشترك ولا لا، وشويه حاجات هنبهكم ليها لازم تاخدوا بالكم منها. يلا بينا على اول جزء، شرح الباقات والفرق بينهم. بس خلينا الاول نوضح حاجتين. كلامنا في الحلقه دي موجه لاي حد عايز يشترك عن طريق القمر الصناعي. ثانيا، انت عشان تشترك في قنوات بي ان لازم بتشتري جهاز استقبال من بي ان وبتفعل عليه باقه، وزي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت اقل مده اشتراك تقدر تفعلها هي سنه او 12 شهر. نسيبنا دلوقتي من اجهزه الاستقبال، خلينا نشوف ايه الباقات المتوفره وايه الفروقات بينهم عشان تقدر تقرر انت هتشترك في ايه، سوا او توجذر. ودي اقل باقه. الباقه الاعلى منها هي باقه انطلاقه او كيك اوف، الباقه الاعلى منها هي باقه تميز او بريميوم، واكبر باقه هي باقه قمه او التيميت. ايه الفرق بقى بينهم وتشترك في انهي واحده؟ الموضوع ابسط من البساطه. خلينا الاول نتفق على حاجه: اي باقه بيكون فيها 3 مميزات. اول حاجه المحتوى الترفيهي زي قنوات الافلام والمسلسلات والاطفال وهكذا، وتاني ميزه المحتوى الرياضه وبالاخص كره القدم، وده اللي اغلبنا بيبقى عايز يشترك في القنوات عشانه. وتالت حاجه مميزات زي بي ان كونكت او بوكس اوفيس، ودول مالناش دعوه بيهم دلوقتي، هنتكلم عنهم بعدين. تعالوا اولا للمحتوى الترفيهي زي الافلام والمسلسلات والاطفال. بصوا، انا عملت لكم جدول ومعلم لكم على القنوات الترفيهيه بالاخضر. هتلاقوا القنوات الترفيهيه زي الافلام والمسلسلات وخلافه ثابته في كل الباقات، نفس القنوات بالظبط، فبالتالي المحتوى الترفيهي الثابت في كل الباقات. ثانيا المحتوى الرياضي، وده بقى اللي بيفرق من باقه لباقه. هتلاقوني معلم على القنوات الرياضيه بالاحمر، لان هتلاقي كل ما الباقه بقت اكبر تلاقوا القنوات الرياضيه اكتر. وانا برضو عملت لكم جدول يوضح لكم ايه الفرق ببساطه بين الباقات في المحتوى الرياضي او بالاخص كره القدم. باقه سوا مش هتقدر تشوف فيها دوريات كره القدم خالص. باقه انطلاقه بتقدر تشوف فيها دوريات زي الدوري الاسباني والفرنسي، بس ما فيهاش لا دوري انجليزي ولا دوري ابطال اوروبا ولا بطولات المنتخبات. باقه تميز، ودي بقى الباقه الاشهر، ودي فيها كل الدوريات الخاصه بالانديه، منهم طبعا الدوري الانجليزي ودوري ابطال اوروبا. واخر حاجه باقه قمه، دي بقى فيها كل الدوريات الانديه بالاضافه للمنتخبات كمان زي كاس العالم، اوروبا، كوبا امريكا، وكمان فيها قناه ال4K. تعالوا نلخص كل اللي قلناه ده من الاخر. باقه سوا ما فيهاش محتوى رياضي خاص بكره القدم. امال مين اللي بيشترك فيها؟ 3 اشخاص. اول نوع حد مهتم بالمحتوى الترفيهي زي الافلام والمسلسلات وهكذا. تاني نوع واحده مثلا بتحب قناه فتافيت. او النوع الثالث، ودول اكتر ناس بيشتركوا في باقه سوا، بعض من اهلنا في الخليج اللي مالهمش في كره القدم بس عندهم اطفال، فبيشتركوا في باقه سوا مخصوص عشان قناه جيم وبراعم تحديدا. نيجي لباقه انطلاقه، ودي ما فيهاش لا دوري انجليزي ولا دوري ابطال اوروبا، انما باقه تميز الاعلى منها هي الباقه الاكثر شعبيه اللي الناس بتشترك فيها عشان فيها كل الدوريات الخاصه بالانديه. طب ايه الفرق بقى بين باقه تميز وباقه قمه اللي هي اعلى باقه؟ الفرق ان باقه قمه او اللي هي اعلى باقه بتشمل كل حاجه خاصه بكره القدم، منها حتى المنتخبات زي كاس العالم، كوبا امريكا، اوروبا، وطبعا قناه ال4K. فتعالوا نجاوب على سؤال علي لانه ليه علاقه بالنقطه اللي بنتكلم فيها. هو مشترك في باقه تميز اللي فيها كل الدوريات
الدوريات الخاصه بالانديه. هل الفرق يستاهل انه يرقي الباقه لباقه قمه؟ الاجابه سهله جدا وبسيطه. مبدئيا كده باقه قمه اغلى من باقه تميز بحوالي 85%، فبالتالي انت لو هتشترك في سنه ما فيهاش لا كاس عالم ولا اوروبا ولا كوبا امريكا، يبقى تقريبا الفرق الوحيد اللي هتاخده هو قناه ال4K، بس في المقابل هتدفع 85% زياده في السعر. فانت بقى تقرر هل قناه ال4K فارقه معاك للدرجه دي عشان تدفع فيها 85% في السعر زياده؟ دي بقى راجعه لكل واحد حسب امكانياته وحسب مزاجه. ده غير طبعا بديهي ان اللي عايز يستفيد من قناه ال4K لازم يكون شاري جهاز استقبال بيدعم ال4K، وطبعا عنده تلفزيون بيدعم ال4K. كده اكون وضحت لكم كل حاجه خاصه بالباقات. واظن بعد الجداول وشغل الفنادق اللي انا عامله لكم ده ما تنساش اللايك بقى. تعالوا بقى ندخل في التفاصيل الخاصه بالاسعار واجهزه الاستقبال وطرق الاشتراك. نبدا بالاشتراكات في مصر. مبدئيا كده المسؤوله عن BN في مصر هي CNE اللي هي الشركه المصريه للقنوات الفضائيه. فيلا ندخل على موقع cne-eg.com، وطبعا انا محول الموقع للغه العربيه. فيلا اوريكم تجيبوا المعلومات بنفسكم ازاي. تعالوا نشوف اسعار الباقات. هنقف على الباقات وهنختار باقه تميز، ودي اللي هشرح لكم عليها بما انها اكتر باقه الناس بتشترك فيها زي ما قلنا. لو قرينا التفاصيل بتاعه الباقه هنلاقي من اهم مميزاتها لتشاهد اقوى البطولات والدوريات الحصريه بما فيها دوري ابطال اوروبا والدوري الانجليزي الممتاز. ولو نزلنا تحت شويه هنلاقي عدد القنوات في كل فئه، ولو دوسنا على فئه الافلام مثلا هيظهر لنا ايه هي القنوات الافلام الموجوده، وهكذا بقى في كل الفئات. ننزل تحت شويه للخانه بتاعه الاشتراكات، هنلاقي بقى سعر الباقه هو 3147 جنيه، وده تقدر تدفعه دفعه واحده، او تقدر تقسطه ربع سنوي يعني كل 3 شهور قسط، او نص سنوي يعني كل 3 شهور بتدفع قسط. زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت ان ده التزام سنوي، يعني لو اشتركت لازم بتدفع كل الاقساط. طب نيجي للنقطه اللي بعدها. احنا قلنا اي باقه بيكون فيها 3 حاجات: المحتوى الترفيهي والمحتوى الرياضي وخدمات اضافيه. تعالوا بقى اوريها لكم. لو نزلنا تحت مكتوب شروط الباقه، تحتها بقى المميزات الاضافيه. اول حاجه هتلاقي اشتراك BN كونكت مجانا. ايه BN كونكت دي بقى؟ دي باختصار تقدر تشوف منها بعض قنوات BN عن طريق الانترنت بشكل رسمي من BN نفسها، وشرحنا ده برضو في الحلقه اللي فاتت. تاني ميزه ليك بيكون 4 افلام شهريا لخدمه البوكس اوفيس. طب يعني ايه؟ البوكس اوفيس دي بيكون قنوات متاح فيها افلام حديثه، بس عشان تشوف الافلام دي لازم بتدفع فلوس عشان القناه دي تتفتح لك. فمن مميزات الباقه انه بيديك 4 افلام تقدر تتفرج عليهم مجانا. بس كده احنا خلصنا كل حاجه تقريبا تخص باقه تميز. واي باقه بقى تانية عايز تعرف معلومات عنها بتعمل نفس اللي احنا عملناه بالظبط. نيجي بقى لاجهزه الاستقبال. في نفس الصفحه اللي احنا فيها هنلاقي اجهزه التشغيل، وهنلاقي جهازين. مبدئيا كده سعر جهاز التشغيل او الريسيفر بيدفع دفعه واحده ما فيهوش تقسيط. سعر جهاز ال4K بيكون 1925، وسعر جهاز الC1 بيكون 1700. طب يا مصطفى اجيب انهي فيهم؟ كمشاهده للقنوات الHD مش هيفرق في حاجه الريسيفر ده من الريسيفر ده، نفس جوده الصوره بالظبط. انما انا رايي الشخصي عموما لما بتيجي تشتري حاجه وفرق السعر بتاع الجهاز الاعلى حاجه بسيطه عن الجهاز الاقل منه، فانا بيبقى رايي تجيب الجهاز الاعلى، خصوصا زي ما انتم شايفين فرق السعر حوالي 225 جنيه بس. صحيح انت عشان تشغل ال4K لازم تشترك في باقه قمه، ولازم يكون التلفزيون اللي عندك كمان بيدعم ال4K، بس احتياطي جايز تشترك في اي وقت في ال4K، خصوصا زي ما قلنا فرق السعر بسيط. في الاخر ده رايي وانت وراحتك. نيجي بقى لاخر حاجه، تشترك ازاي؟ بيكون عن طريق فروع BN او عن طريق فروع CNE الرئيسيه او الموزعين المعتمدين. طب يا مصطفى هتفرق في حاجه؟ ولا الهوا مش هتفرق في حاجه تماما. اشترك من اقرب مكان ليك وخلاص، وانا هوريك ازاي تجيب العناوين بتاعتهم كلهم، وفي الاخر انت براحتك. لو رجعنا لموقع CNE اللي كنا فاتحينه، لو وقفنا على مواقع البيع هنلاقي فروع CNE. لو دوسنا عليها هيظهر لنا الفروع الرئيسيه فيها بقى العناوين بتاعتهم وكل حاجه. بالنسبه للموزعين برضو هنقف على مواقع البيع، بس المره دي هنختار موزعين BN، ومن هنا تقدر تختار محافظتك والمنطقه اللي انت تابع ليها. هيظهر لك بقى عناوين الموزعين الموجودين في منطقتك، وشوف بقى انت اقرب فرع ليك. اخر طريقه فروع BN نفسها، هندخل على موقع bn.com، هنلاقي فوق كلمه مساعده، هنقف عليها ونختار BN شوب، هنختار ايجيبت طبعا وندوس بحث. هيظهر لك بقى كل الفروع الموجوده في مصر والعناوين بتاعتها. كده احنا خلصنا الجزء الخاص بمصر، بس ناقص حاجه اخيره. حسب ما كلمت خدمه العملاء فجهاز الاستقبال بيكون عليه ضمان 2 سنين، وكمان بيكون ليك 30 يوم من وقت الشراء تقدر تستبدل فيهم الجهاز لو فيه عيوب صناعه. وهحكي لكم موقف صغير كده على السريع. واحد جاري راح اشترك، بس بعد ما اشترى الجهاز لقاه بيعلق، وكان لسه في خلال
اول 30 يوم. فطبعا جاري قال لي، فرحت معاه عند الموزع اللي جايب منه الاشتراك، والبنت اللي كانت قاعده في الفرع لا تعرف ان انا كنت شغال في قنوات بي ان ولا اي حاجه. المهم بقى ايه، لقيتها عايزه تركبني الوزه وتقول لي لا 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 انت تاخد الجهاز وتطلع بيه على الفرع الرئيسي اللي مش عارف موجود فين، مش من عندنا، ونظام بقى اطلع لمدام عفاف في الرابع والجو ده. قلت لها تمام وماله. مشينا في الفرع وبعت بقى فورمال بيزنس ايميل لاداره سي ان اي، شرحت لهم كل اللي حصل معايا في الفرع والمشكله اللي موجوده في الجهاز. في نفس اليوم كانت اداره سي ان اي مكلمه الموزع المعتمد، ولقيت مدير البنت اللي كانت واقفه في الفرع بيتصل بيا، بيعتذر لي طبعا وبيقول لي حضرتك تجي لنا في اي وقت نقدر نبدلك الجهاز. وبعد ما رحت له هو حاول ما يبدلهوش بالطريقه، بيقول لي اصل دي مشكله عامه وحتى لو بدلنا الجهاز برضه هيبقى نفس المشكله والكلام ده. فانا قلت جايز يكون كلامه صح. فالمهم سبته وطلعت بره الفرع، اتصلت بخدمه العملاء وشرحت لهم الموضوع ده، قالوا لي لا مفيش الكلام ده ومفيش مشكله عامه ولا حاجه، وحضرتك الافضل ليك انك تبدل الجهاز. فدخلت للموظف تاني وقلت له لا بدل لي الجهاز، وفعلا بدله. انا بقى بحكي كل الموضوع ده ليه؟ لو حد فيك وقع في نفس الموقف ما يتسوحش، يبقى عارف حقه وعارف يتصرف ازاي. بالتالي ساعتها تتصل بخدمه العملاء سواء عن طريق الايميل او عن طريق التليفون، والاثنين موجودين على موقع السي ان اي. كده بقى خلصنا مصر وندخل على باقي دول الشرق الاوسط. كل اللي هنقوله ده يشمل كل الوطن العربي ما عدا مصر. اولا كده هندخل على موقع BN.com، وعشان نشترك زي ما قلنا لازم بنشتري جهاز الاستقبال وبنفعل عليه باقه. فخلينا نبدا الاول باجهزه الاستقبال المتوفره. هنلاقي فوق في القائمه اجهزه الاستقبال، هندوس عليها هنلاقي كذا جهاز استقبال. تقول لي ايه يا مصطفى كل الاجهزه دي انا هختار ايه فيهم؟ بصوا الموضوع ابسط من البساطه. لو نزلنا تحت هنلاقي مقارنه شامله بين كل الاجهزه، كلهم فيهم تقنيه بقى ال HD وكلهم فيهم دعم لل 4K ما عدا جهاز ال PVR بلس. وبس كده، ده اهم حاجه احنا محتاجينها عشان نعرف نشوف القنوات. جوده الصوره بقى مش هتفرق من جهاز للتاني، هي واحده. امال ايه الفروقات بقى؟ دلع بقى ورفاهيات زياده. جهاز بيكون فيه هارد داخلي، خاصيه تسجيل، انما كجوده مشاهده كله واحد. افضل انزل تحت بقى وهتلاقي كل المميزات، ولو حبيت تعرف معلومات اكتر بتدوس على كلمه المزيد. وبس كده، واسعارهم هنشوفها في مرحله الاشتراك. تعالوا دلوقتي نروح على الباقات عشان اوريكم تقدروا تجيبوا كل المعلومات الخاصه بيهم منين. في القائمه برده من فوق هنلاقي الباقات، هندوس عليها يظهر لنا كل الباقات زي ما انتم شايفين. طب انا عاوز اعرف ميزه كل باقه. الموضوع سهل جدا، اختار الباقه اللي انت عاوز تعرف معلومات عنها. انا مثلا هختار باقه تميز عشان دي الباقه الاشهر والاكثر شعبيه وهشرح لكم عليها. انزل لتحت شويه هتلاقي كل القنوات الموجوده في الباقه، سواء رياضه، افلام، اطفال، كل حاجه تقدر تتنقل بينهم وتشوف ايه القنوات المتاحه. وبرده لو نزلت شويه هتلاقيه بيقول لك ايه مميزات الباقه دي تحديدا. في الرياضه مثلا زي ما انتم شايفين، او حتى لو نزلنا تحت شويه هنلاقي برده الافلام ايه المميزات وايه القنوات الموجوده. طب احنا قلنا ان اي باقه فيها 3 حاجات، المحتوى الترفيهي والرياضي، وفي مميزات اضافيه قلنا هنشرحها بعدين. تعال اوريكم هي ايه. مثلا فوق هنلاقي مميزات الباقه، هنلاقي مكتوب مثلا BN Connect. طب ايه دي؟ دي انك تقدر تشوف بعض القنوات BN من خلال الانترنت بشكل رسمي من BN نفسها، وشرحناها بالتفصيل في الحلقه اللي قبل دي. تاني ميزه انهم بيدوك $16 تقدر تستخدمهم في خدمه BN On Demand او البوكس اوفيس. طب يعني ايه بقى الكلام ده؟ اختصار كده، BN On Demand دي مكتبه افلام بتقدر توصل لها عن طريق جهاز الاستقبال، بتقدر تأجر منها افلام عشان تشوفها. انما البوكس اوفيس دي عباره عن قنوات بيتعرض فيها احدث الافلام بس بتكون مشفره. فانت عشان تقدر تشوف الفيلم اللي بيتعرض عليها لازم بتدفع فلوس عشان القناه دي تتفتح. فبالتالي هم بيدوك رصيد مجاني عشان تقدر تأجر افلام من مكتبه الافلام اللي هي BN On Demand او تفتح بيها قنوات البوكس اوفيس. طب كده عرفنا الفرق بين اجهزه الاستقبال، وعرفنا ازاي نشوف بنفسنا الباقات ومميزاتها. نيجي للاسعار وطرق الاشتراك. هنلاقي فوق كلمه اشترك، هندوس عليها. بعد كده هدوس على اي كلمه اشترك موجوده، هيفتح لنا صفحه تانية، هندوس على سبسكرايب، هيظهر لنا قائمه بقى الدول، ومن هنا نقدر نعرف الاسعار. وفي نفس الوقت لو كنت حابب تشترك اونلاين ويوصلك الجهاز بالاشتراك لحد البيت، فهيكون من هنا برضو اختار دولتك وهتعمل نفس الخطوات اللي انا هعملها دلوقتي. انا هختار قطر مثلا. اول حاجه دي الباقات المتاحه، فانا هختار بريميوم، دي اللي قلنا فيها كل دوريات الانديه والاكثر شعبيه، وندوس نيكست. هنلاقي اجهزه الاستقبال، انت بقى المفروض محدد هتختار انهي فيهم. انا بالنسبه لي هختار BN TV، وخد بالك في بلدك ممكن تلاقي فيه ضرايب اضافيه اللي هي على اليمين اللي هي ال VAT. فهنا في قطر مفيش ضرايب زياده وسعره $128. فخلينا ندوس نيكست. هيقول لك انت عايز ايه؟ عاوز شحن بس اللي هو اللوكال ديليفري سيرفيس، ولا شحن وتركيب اللي هو الانستليشن اللي هو بيجيب لك طبق وعدسه وكل حاجه. وفي الحالتين الموضوع بياخد 14 يوم كحد اقصى. وخد بالك من حاجه مهمه، كده كده جهاز الاستقبال عموما بيكون عليه ضمان سنه، بس كمان لو اخترت شحن وتركيب فكمان المعدات اللي هيجيبوها لك بيكون عليها ضمان سنه. فخلينا نقول انا هختار شحن وتركيب وندوس نيكست.
ده بقى سعر الباقه اللي اخترناها. طرق السداد، فبيقول لك انت عاوز عقد سنتين اللي هو 24 شهر بيدفع مره واحده ما فيهوش قسط، ولا عاوز عقد سنوي 12 شهر تدفعه مره واحده، ولا عاوز تقسط العقد السنوي كل 6 شهور، ولا عايز تقسطه كل 3 شهور، ولا عايز تقسطه كل شهر. فانت اختار الطريقه اللي تناسبك او طريقه القسط اللي تناسبك. انا مثلا اختار اني ادفع سنه كامله مره واحده وندوس نيكست. هنا جايب لنا كل الحاجات اللي احنا اخترناها كتاكيد، سعر الباقه وتحتها سعر الجهاز وتحتها زي ما اخترنا شحن وتركيب. تمام، ندوس نيكست. وهنا بقى هيقول لك املى كل البيانات الخاصه بيك. انت بقى هتملاها كلها، وبعد كده بتنزل تحت وتدوس سيف اند كونتينيو وبتكمل. موضوع سهل جدا وبسيط. طب يا مصطفى انا لا عايز اشترك اونلاين ولا عايز استنى، عايز اروح اشترك واستلم الجهاز في نفس اليوم. بسيطه جدا، هنرجع للصفحه الرئيسيه في موقع bn.com. عندك طريقتين. اول طريقه من خلال فروع BN، هنقف على مساعده وبعد كده هندوس على BN شوب، وبعد كده هتختار الدوله وبعدها هتدوس بحث. بس طبعا فروع BN مش موجوده في كل الدول، فبسيطه برضو. هنقف على مساعده وهنلاقي الموزعون، هندوس عليها ونختار البلد، بعد كده المدينه. هنلاقي في الخانه اللي تحت كلمه الموزع، وفيها هتلاقي individual وفي commercial. مالناش دعوه بكوميرشال، دي للاشتراكات التجاريه وشرحناها الحلقه اللي فاتت. احنا المره دي هنختار individual اللي هو الاشتراك المنزلي، وندوس على علامه البحث. هيظهر لك كل الموزعين بالعناوين بتاعتهم، وبس كده احنا خلصنا كل حاجه تخص الاشتراك المنزلي. كده احنا خلصنا خلاص كل حاجه تخص الاشتراك في الدول العربيه وفي مصر. في نقطه مهمه بتحصل سواء في مصر او باقي الدول، لو هتروح تشترك من عند موزع معتمد لازم تبقى عارف سعر جهاز الاستقبال قبل ما تروح تشترك من عند الموزع. طب ليه؟ ايه السبب؟ لان مثلا انت بتبقى رايح للموزع تشتري الريسيفر، فيقول لك ايه بقى، الريسيفر ب 105 دولار بالبرمجه، مع ان الجهاز اصلا مثلا ممكن يكون سعره 100 دولار. فانت ما بتبقاش فاهم ايه موضوع البرمجه اللي قال لك عليه ده، لان انت ممكن تسمع برمجه تحس بقى ان الموضوع فيه بقى فك تشفير بقى وحاجات وخوارزميات وحوار، انما في حقيقه الامر هو يا دوبك بيعمل لك بحث تلقائي على القنوات وخلاص، زي ما بتعمل بحث على اي ريسيفر بتشتريه، وبيبعت لك حاجه اسمها اشاره تفعيل، ودي عادي بتقدر تبعتها لنفسك لو عملت حساب على الموقع الالكتروني او اتصلت بخدمه العملاء. وهنا مش بقول لك ان الموزع بيعمل حاجه غلط، بس انا بفهمك الموضوع عشان انت تبقى فاهم هل انت محتاج فعلا موضوع البرمجه اللي هو بيقول لك عليه ده ولا لا. كده انا قلت لكم كل حاجه تخص الاشتراكات من الالف للياء، بس ناقص حاجات صغيره. اولا كده لما تحب تجيب الترددات بتاعه القنوات، لو عايز اي تردد قناه خاصه ببي ان تروح على طول على موقع bn.com، هتقف على مساعده بعد كده هتدوس على الترددات، ودي بقى يا سيدي الترددات الصح الرسميه وتتحدث اول باول، بدل ما انت بقى بتقعد تكتب على جوجل تردد قناه بي ان 2023 ويفضل يظهر لك موقع كوكوسات وموقع توتوسات. فكك من كل ده، وهنا هتلاقي كل حاجه. لو عندك قمر نايل سات يبقى هتستخدم ترددات يوتل سات، ولو عندك عرب سات يبقى هتستخدم ترددات سهيل. ونصيحه مني للي مشترك او لسه هيشترك وعنده قمر النايل سات بس، فحرام عليك انت كده مش بتستفيد من قنوات كتير جدا جميله، زي مثلا قناه ناشونال جيوغرافيك وايلد اتش دي. القناه دي مثلا انا بحبها جدا، وفي برضه قنوات تانية ممتعه بصراحه. فالنصيحه وصل قمر عرب سات او سهيل، الاثنين بيكونوا على نفس المدار تقريبا عشان تستفيد من باقي القنوات. نيجي بقى لاهم سؤال، هل الموضوع يستاهل اشترك ولا لا؟ فهنا انا بقى هكلمك من خلال تجربتي الشخصيه كمشترك عادي جدا. كنت زمان مشترك من زمان، من حوالي 2010 ايام ما كان لسه اسمها قنوات الجزيره الرياضيه. بس عشان نجاوب على السؤال خلينا نفرق بين شخصين. اول واحد ده واحد ملوش في الماتشات قوي، كل فين وفين لما يتفرج على ماتش زي حالاتي دلوقتي، غير زمان لان اصلا الدوريات دلوقتي ما بقتش ممتعه قوي. فلو انت الشخص ده فانا انصحك بلاش، وفر فلوسك، ولما ينقح عليك ماتش او تتفرج عليه وبقى يا سيدي اتفرج عليه على القهوه. الشخص التاني بقى ده واحد بقى بيحب كره القدم جدا وبيحب يتفرج عليها جدا، بس متسوح شويه يقعد على قهوه وشويه يفتح موقع مش رسمي يقعد يفصل ويزهقه. فلو معاك فلوس تشترك احب اقول لك هتنبسط، قاعد بقى كده مأنتخ على السرير والصوره قدامك بتبقى تحفه، مفيش بقى تقطيع وزهق والكلام ده، فهتحب الموضوع. بس لازم انبهك من حاجه، لو اشتركت وارد جدا جدا الموضوع ده يسحلك، تلاقي نفسك ليل نهار قاعد مش بتعمل حاجه غير انك بتتفرج على ماتشات، وسايب بقى سواء مذاكرتك او بتهمل في شغلك لو انت عندك شغلك الخاص. ودي حصلت قدامي لناس اعرفها وحصلت معانا شخصيا، لان الموضوع بيكون مغري جدا ومسلي. فلو انت هتشترك اتفرج باعتدال، ما تخليش الموضوع يفتح منك جامد. نيجي لسؤال تاني، لو واحد مثلا بالنسبه له فلوس الاشتراك وجهاز الاستقبال غاليه شويه، هل ممكن اشتري جهاز استقبال بي ان مستعمل؟ عادي جدا مفيش مشكله، لو قدامك جهاز بي ان مستعمل فرق سعر كويس بينه وبين الجديد فتمام، توكل على الله. بس خد بالك من حاجه، قبل ما تشتري الجهاز لازم تكلم خدمه العملاء، عشان اول حاجه يتاكدوا ان الجهاز مفيش عليه مديونيات، ويقولوا لك ايه اجراءات نقل الملكيه. ولو مش فاهم يعني ايه مديونيات فانا شرحت الموضوع ده بالتفصيل الحلقه اللي فاتت، هتلاقوا الرابط بتاعها في اول تعليق. وطبعا انت بقى بنفسك لازم تتاكد ان الجهاز شغال وفيه اشاره وكل حاجه تمام، دي حاجه بتاعتك انت بقى، زي ما بتروح تشتري مثلا موبايل مستعمل ولازم تتاكد من كل حاجه شغاله والكلام ده. وبكده اعزائي المشاهدين نبقى وصلنا لنهايه الحلقه.
بس عاوز اوضح حاجه مهمه. اللي كل شويه عايز توضح حاجه مهمه، عايز توضح حاجه مهمه، ما تخلصنا خلاص قربنا اهو. انا قلت اني كنت شغال في بي ان الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ومع ذلك اي معلومات كنت بقولها لكم كنت بجيبها لكم من الموقع، سواء الحلقه دي او الحلقه اللي فاتت. فيا ريت محدش ياخد معلومته من اي حد وخلاص، غير خدمه العملاء او الموقع الرسمي، او لو حد بيشرح لك او بيقول لك المعلومه من الموقع الرسمي نفسه زي ما انا كنت بعمل، عشان ما تلبسش في الحيطه. لاني بدات اشوف ناس في التعليقات الحلقه اللي فاتت بتقول معلومات غلط، فوجب التنبيه. وبس كده، استودعكم الله، سلام. الحق سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردت به الخير حتى أوفيه ما عمله من السيئات من مرض في جسمه وخسارة في ماله وفقد في ولده، فإذا بقيت عليه سيئة ثقلت عليه سكرات الموت حتى يأتيني كيوم ولدته أمه.